ام ياسمين، الو السلام اتفضلي يا عليكم. ام ياسمين. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بتتكلمي من القاهره ولا اسكندريه؟ من القاهرة. القاهره. لو سمحت انا كنت عايزة اسأل حضرتك سؤال. تأمريني. كان في واحد اتجوز على مراته من وراها. قولي تاني. كنت عايزة اسأل حضرتك سؤال. واحد اتجوز على مراته من وراها، وبيرجع لحضرتك الفتوى دي، بيقول انا سمعت الشيخ مبروك عطية بيقول انه من حقه يخبي على مراته ويخبي على الدنيا بحالها، ويخبي على الدنيا بحالها، وهو حر. وهي لما تعرف، وقت ما تعرف عرفت تقول له غور في داهيه انت وهي، يقول لها لا انت اللي هتغور. المتضرر هو اللي يمشي. الراجل لا سندوتش ولا فريك محب الشريك، الراجل له 4. ماشي، والراجل ملوش ولي، ماشي ولا مراته لها دعوه بجوازته الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه. حضرتك اسمعني. ضنايا اسمعيني يا اختي. هو اتجوز وغلطان، دي ورقه ثانيه. هو ابن 66 ده ورقه ثانيه. اسمعني يا بنت اسكتي. انا لو سمعتك 10 سنين هغير كلامي. لا راجل متجوز يا بنت اسمعي. مسألة يا بنت مسألة يا بنت اسمعي ياما، اسمعي عمك واخوك وابوك واستاذك. الراجل يتجوز يا اختي على مراته، لا يقول لها ولا يجيب لها سيره، وجوازته صحيحه 100%. ماشي. بص حضرتك، في العلاقات الزوجيه دايما الشيوخ بيفتونا ان حتى لو حاجه من حقه، وحتى لو حاجه مش من حقها تعرفها، لكن حفاظا على العلاقات ونقائها، انه ممكن يتجاوز عن الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. انا بقى معاكي الشيوخ اللي بيقولوا لك، لحظه واحده، الشيوخ اللي بيقولوا الكلام ده لا شيوخ ولا يفهموا حاجه، بالراحه خالص، ومن غير ما نجيب اسم واحد ولا نبهدله. لا من غير ما نجيب اسم يا حبيبتي، دول شيوخ احدث موديل يا بابا. انا بتكلم، انا يعني بتكلم يا بنتي. هشكرك، السلام عليكم، عشان اعرف اقول جملتين من غير انفعال. هي الوليه جوزها اتجوز، عايزه تولعه، وتولع في اللي قال له جوازتك صحيح. افهموا ارجوكم. انا اتسال سؤال، واحد اتجوز على مراته من غير مراته ما تعرف، انا يهمني ايه؟ جوازته الثانيه صحيحه ولا لعب عيال؟ جوازته الثانيه صحيحه. واي WH واي، لان المراه ولا حتى امه لها دخل بجوازه في صحته او فساده. اللي عايزه ولي البنوته، المراه لو كان عندها 1000 سنه. انما الراجل يتجوز، الشاب يتجوز من غير ما يقول لاي حد، ولا ابوه ولا امه، وراح وهو اهل للجواز وبيشتغل، واختار واخطأ او اصاب، وراجل قال له جوزتك بنتي وفي شهود كتبوا بمأذون او لا. انا لا يهمنيش حاجه